عارف إن البطاطين وجاكيتات الصوف اللي بتبقى طرية وبتدفي في الأول بيبقوا جلد خروف ناشف ومش نضيف. أول حاجة الصنايعي بيقص الحتت اللي ملهاش لازمة وبعدين يغسلها بالملح والمية النضيفة كذا مرة. الجلد بيتنقع ويتدق ويتنضف من الدهون، والدهون اللي بتشال دي بيعملوا منها صابون وحاجات للبشرة. يعني مفيش حاجة بتترمي. بعد كده بيجي دور الدباغة والطحن والتنشيف والتهيئة. كل خطوة محتاجة صبر وشطارة. لما الجلد ينشف ممكن يتصبغ ويتطرى ويتفرش بالكحول ويتسخن عشان يبقى ناعم وشيك. الجامد بقى إن كل الصوف اللي بيتشال بيتجمع ويتسرح ويتنضف ويتفرفش لحد ما يبقى زي السحابة، وبيستخدم كحشو للبطانيات. والبطانيات دي مش بتبقى عادية، دي بتتنفس، يعني في الصيف بتطرد الرطوبة وفي الشتاء بتحبس الدفى، وعشان كده بيسموها البطانية اللي بتتنفس. وفي الآخر بيتلف الحشو بقماشة متينة ويتخيط كويس عشان يفضل متماسك وما يكلكعش حتى بعد سنين، من جلد ناشف خشن لبطانية تنام تحتها وتبقى مبسوط. قول لي بقى، هل البطانية بتاعتك بتتنفس زي دي؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.